وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. يروى أن ربيع بن خثيم أحد زهاد التابعين كان مريض بمرض شديد جدا، حتى قيل إنه لا يقدر على الحركة إلا بصعوبة، ومع ذلك كان يقول لمن حوله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الصبر لجالدونا عليه بالسيوف. كان بيشوف إن التعب مش بلاء، لكنه نعمة بتقربه من ربنا. وكان دايما يقول: كل وجع يذكرني بلقاء ربي فهو أحب إلي من العافية المنسية. تعب الجسد بس روحه كانت في راحة ما يعرفهاش غير اللي عاشها. في شاب بسيط كان بيشتغل في 3 شغلانات علشان يصرف على أمه المريضة. كان بينام 2 ساعات في اليوم وبيقول: نفسي ارتاح بس. بعد سنين تعب فتح مشروع صغير وربنا فتحها عليه. أول لما شاف أمه بتضحك قال: الراحة دي تستاهل كل التعب اللي فات. ده هو المعنى الحقيقي، تعب له طعم الراحة. واللي عايز أقوله لحضرتك: ما تزعلش من تعبك، هو اللي بيصنعك. اللي ما تعبش عمره ما هيعرف قيمة اللي عنده. كل لحظة وجع في الحقيقة هي لحظة بناء. قول لي في الكومنتات إن التعب مدرسة وأنا لسه بتعلم فيها، وصدقني هيجي يوم وتشكر كل تعب عدى عليك.